الإمام الشافعي حفظ الموطأ، أمه أخذت الخطاب، كتب الوالي من والي المدينة، من والي مكة إلى والي المدينة، مع كتابي هذا وصله الإمام مالك، احنا نشفع للإمام الشافعي، واسطة شفاعة. يقول يوم دخلوا على والي المدينة قال لهم بالمعنى العامي: انتم صاحين ولا مهبل؟ طبعا هذه من عندي صاحي ولا مهبل يعني، لكن الزيادة هنا ليست ربا، وهذا من باب التصحيف يعني. يقول فلما دخل قال لهم: لن يقبل مني مالك، والله لو ذهبت انا والوزراء والجنود واغبرت ارجلنا وخيولنا على طريق العقيق ما قبل الامام مالك منا ذلك. يقول فترجيته، يقول انا اترجاه ومتى ترجاه؟ على الحرص على العلم يا جماعه. يقول فخرج معنا الوالي ومعه الجنود ومعه الوزراء، طقوا الباب على الامام مالك. لما طرق الباب مالك في ذاك الوقت عمره حول 70 سنة، إمام بلغ صيته الأرض كلها. هارون رشيد كان يهابه، هارون خليفة المسلمين كان يهاب الإمام مالك. فكيف الوالي يقول أنا رايح وأنا أرتعد خايف، هيبة العلم وهيبة الإمام مالك، والإمام شخصيته مالك شخصية قوية. يقول طرق الباب، فتحت الجارية: مالك موجود؟ قالت انتظروا شوي. دخلت. يقول الشافعي يروي عمره 17 سنة تقريبا، يقول طولت. يقول يوم طلعت قالت: يقول الإمام مالك إذا عندك سؤال اكتبه، إذا تبي فتوى وإذا تبي شيء في العلم تعال في المسجد. المواعيد الخاصة خذ موعد قبل، أما الفوضى هذه طقطقة البيبان الدرعم هذه ممنوع، وهذا من الأدب. يقول قال: قولي له أن معي كتابا له من والي مكة لا بد أن يقرأه، فيه كتاب مهم. ادخلت. يقول وطولت. يقول شوية طلعت علينا معها كرسي حديد وحطت الكرسي وقالت: يطلع عليكم الآن. يقول يوم خرج الإمام مالك، الحين يروي الإمام الشافعي، يقول والله إني رأيت الوالي يرجع كذا على وراء، كاد أن يسقط من هيبته. يقول فلما جلس الإمام مالك يقول والله إني أنظر إليه ما رفع بصره. قال: ماذا تريدون؟ يقول قدم ذا الكتاب ويرجع للوالي. قال: هذا خطاب جبته من أمير مكة. والي مكة كان باعتبار أمير المنطقة، كانت المدينة باعتبار خلينا نقول محافظة اليوم تحت إمارته يعني. يقول ففتح الكتاب مالك، الكتاب مضمونه أن يصلكم محمد بن إدريس الشافعي غلام يحفظ القرآن حريص على طلب العلم، خلوه من خاصتكم ومن طلابكم يقرأ عليكم. يقول رمى الخطاب في الأرض. قال: لا شفعة في دين الله، احنا ما عندنا واسطات، الدين كله على ما قالتهم العلم ياخذها بيمناه، اما مسألة تدخلوه وتوسطوه له وحطها جنبك هذا مو بعندنا. يقول تراجع الرجال بيروح. يقول انا المعني خلاص يعني لابد اني اتحدث. يقول رفعت الكتاب من الارض، قلت يا مالك خذ مني هذا الكتاب، انا ابنك محمد ابن ادريس الشافعي القرشي، ولدت يتيما وحفظت كتاب الله وحفظت سنته وتعلمت